العقار بالمغرب كيدخل في ركود اقتصادي. هذا الهضره ماشي ديالي الاخوان، ديال واحد الارتيكل اللي دار في اسبريس كيقول بان العقار بالمغرب دخل في ركود، وخاصه في الربع الاول من 2025، واللي تعاملات في البيع والشراء انخفضت تقريبا ب 30%. السؤال المطروح، علاش كاين هذا الركود الاقتصادي رغم ان الاسعار غدو كترتفع؟ شكون هو اللي خلق لنا هذا الركود؟ شنو هما التوقعات المستقبليه بالنسبه للعقار لاي واحد باغي يشري العقار او باغي يبيعو؟ شنو خاصو يدير؟ غادي نحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله كامله، ولكن قبل ما نبداو نبغيكم ديروا واحد لايك، واحد جيم، كومونتير زوين او خايب، خذوا راحتكم في الكومونتيرات، بارطاجيو هذا الفيديو غيعاون بزاف ديال الناس يفهموا شنو واقع في العقار في المغرب وشنو التوقعات ديال العقار الا كنتو باغيين تشريو في المستقبل. معلومات مهمه غادي نبارطاجيها معكم. تابوناو ولا مازال ما تابونيتوش ونبداو. كنجيو نبغيو نشوفوا الارقام الرسميه. كما كتشوفوا العقار كامل انخفض تقريبا ب 30% من الاواخر ديال 2024 مع البدايه ديال 2025. ولكن فاش كنجيو نقارنوا الربع الاول اذا البدايه ديال 2025 مع البدايه ديال 2024 كنلقاو في التوتال ناقص 15%. اذا عدد التعاملات غدو كتنخفض بشكل كبير. ولكن شكون هما اللي داروا ارقام خايبه من ناحيه ديال حيت كاينين بزاف ديال الانواع؟ كاين عندنا لي بيرو، كاين عندنا المحلات التجاريه، كاينين عندنا شقق الى اخره. فاش كنجيو نشوفوا اسوأ واحد كنلقاوه هما لي بيرو انخفضوا ب 40%، واللي هو رقم كبير من ناحيه ديال الاخر ديال شهر 2024 والبدايه ديال 2025. ولكن من ناحيه ديال الربع الاول مع الربع الاول كنلقاو اسوأ واحد هما المحلات التجاريه، لوكال كوميرسيال. هذا هو اللي انخفض بشكل كبير. علاش؟ لعده اسباب، وغادي نشوفوا شنو قالوا في الارتيكل ونعطيكم الراي ديالي من بعد. المشكل الاول حسب المهنيين في القطاع كيقول لك سيدي الدعم اللي كيتعطى للناس اللي باغيين يشريو العقار جديد وصل 55 ألف مستفيد، بينما عدد ديال الطلبات لهذا الدعم ديال السكن وصلت ل 177 ألف. إذا 177 ألف باغا هذا الدعم، خدات فقط 55 ألف. إذا هنا قل من النص بشكل كبير، وهذا كيبين بأن الناس ما قدروش ياخذوا الدعم باش يشريو العقار. وها على ود هذا الشيء عدد ديال المعاملات انخفض. ولكن هذا بوحده ماشي هو السبب الرئيسي، كاين سبب اخر حسب المهنيين. كيقول لك سيدي من كنشوفوا المبيعات ديال الاسمنت بواحد الشكل كبير، من كنشوفوا المبيعات ديال مواد البناء تترتفع، هذا راه ما كيمعنيش بان اوتوماتيكمون كيمشيو للعقار. هذا كيمشيو لاشياء اخرى تقدر تكون عندها علاقه بالبنيه التحتيه ديال كاس العالم. اذا هذه الارقام ما عندهاش علاقه بالعقار. حاجه واحده اخرى كيقولوا المهنيين هو ان هذه المبيعات المرتفعه كتؤدي الى ارتفاع في المواد ديال البناء، وبما ان المواد ديال البناء كترتفع حتى الاثمنه باش كيصاوبوا الديور الى اخره كيتقام غالي، وهذا اللي كيخلي العقار تا هو يرتفع الاثمنه ديالو في البيع، وهذا هو اللي كيخلي الناس ما يقدروش يشريو بدوك الاثمنه الغاليه، خاصه الديور اللي غادي يكونوا جداد. الراي الشخصي ديالي هو الاثمنه في العام اللي داز بالضبط ارتفعت بواحد الشكل كبير، والطلب تا هو كان بواحد الشكل كبير، وجا من عده مناطق. جا من القطاع الغير مهيكل لان الكاش خاصو يتحرك، جا من الجاليه اللي عايشه برا تا هي بدات كتانفيسي في المغرب لان بدا كيبان لها المغرب غادي وكيديفلوبا في المستقبل، وبغات الحصه ديالهم من المغرب ديالها الى اخره. وكاين حتى الناس اللي بداو كيخدموا في الانترنت بواحد الشكل كبير، حتى هما ولات القدره الشرائيه ديالهم مرتفعه. هادو كاملين ضغطوا على العقار، خلاو الاثمنه ديال العقار ترتفع، وحنا نوصلوا لواحد النيفو القضيه التبلوكات. علاش؟ لان القدره الشرائيه ديال المواطن العادي ما كتواكبش ارتفاع الاسعار ديال العقار. اذا شكون اللي غادي يشري الى الاخرين كاملين سالوا الشراء؟ الشخص العادي اللي خدام في المغرب وساكن في المغرب ما غاديش يقدر يخلص دوك الاثمنه، وحتى البنكه ما تقدرش تعطيه كريدي ديال دوك الاثمنه. اذا هنا كانت مساله حتميه ان العقار يوصل لواحد النيفو ويتبلوكا
بيد ما القدره الشرائيه توصل ليه باش دير لنا هذيك الحركه. سؤال اخر مطروح، شنو هو الحل؟ الراي الشخصي ديالي ماشي هو تحفيز اكثر، اي اننا نزيدوا عدد ديال الناس اللي دافعين الطلب باش ياخذوا مثلا الدعم المباشر، لا، خاص الاثمنه تبقى في بلاصتها او تنخفض شي شويه عن طريق العرض والطلب. غادي تقاسوا بعض المنعشين العقاريين بشكل مباشر، لان الاثمنه غادي تنخفض او تبقى في بلاصتها، وهذا اللي كيخلي الهوامش الربح ديالهم تقدر تضعف شيئا ما، ولكن على الاقل غادي يديروا لنا واحد ليكيليبر، اي ان المواطن العادي يقدر يشري باثمنه جيده. اما الى ضغطنا على الدوله تعطينا تحفيزات اكثر وتعطينا مثلا دعم اكثر، هذا بالنسبه لي كمنشط بحال شي واحد كتعطيه منشطات باش يقدر يجري اكثر، ماشي حل بالنسبه للمستقبل، لان المنشطات ماشي هي الحل، بل خاص يكون هادشي صحي من ناحيه ديال الاثمنه ديال العقار. وللاسف اي حاجه كتكون ايجابيه للاقتصاد المغربي كتكون معها شيئا ما اشياء سلبيه، وهذا الشيء راه ماشي خاص غير بالمغرب، بجميع الدول. فاش كنهضروا على كاس العالم وكنهضروا على بنيه تحتيه غادا كديفلوبا في المستقبل بشكل كبير، وكنهضروا حتى على عقار غادي وكيرتفع في بعض المناطق اللي غادي تستافد من كاس العالم، اوتوماتيكمون الاثمنه كيبداو يرتفعوا، اوتوماتيكمون بعض المنعشين العقاريين كيربحوا الفلوس بزيد. وشكون اللي كتجي فيه الدقه؟ هو هذاك الشخص اللي باغي يشري دار، يلا عاد خدم وعايش في المغرب وساكن في المغرب، والراتب ديالو من المغرب كموظف عادي، والراتب ديالو ما طلعش مقارنه مع الاسعار في السنوات الاخيره، كتصعب عليه القضيه انه يواكب هاد الاسعار اللي كترتفع. لهذا افضل حاجه هما الاسعار يبقاو في هاد لي نيفو، وما نزيدوش نعطيو منشطات اخرى باش يطلعوا ارقام كبيره. ان الرابح من هذا الانتعاش من ناحيه ديال التحفيزات هما المنعشين عقاريين، لانهم كيبيعوا بكثره وكيقدروا يرفعوا الاثمنه كلما الطلب كيرتفع. اذا هذه الفكره هذه غادي تعطي ارباح كبيره للمنعشين عقاريين، ولكن غادي تضغط على المواطن، وخاصه في القدره الشرائيه ديالو غادي تزيد ضعاف، خاصه اذا كانت طريطه كتفوت 50% من الراتب ديالو. اذا فكره غير ايجابيه للمغاربه، ولكن ايجابيه للمنعشين العقاريين. هادشي علاش كيدافعوا عليها، وهذا بطبيعه الحال كيبقى غير راي شخصي ديالي. نبغي نعرف الراي ديالكم الاخوان، شنو هو الحل وشنو كتظنوا الافضل؟ واش يكثروا الطلبات ويتوافقوا عليهم بشكل كبير، او شي طريقه اخرى باش يبقاو الاسعار منخفضه باش الناس يقدروا يشريوا بلا ما يبقاو يفكروا بانها غادي يتضرروا في المستقبل، خاصه القدره الشرائيه ما ترتفعش بشكل كبير. اي بلد في العالم كان عنده نمو اقتصادي جيد كيخلق بعض المشاكل، ومن هذه المشاكل هو واحد الفرق كبير ما بين الناس اللي اثرياء كيزيدوا ثراء والضعفاء كيزيدوا ضعفا من ناحيه ديال القدره الشرائيه. وهذا الشيء راه طبيعي في ظل الراسماليه. بعض الدول كتحاول تدخل وكدير قوانين كتقدر ترفع ضرائب الى اخره باش تحاول تصغر هذيك الهوة ما بين الفقير والغني، ولكن هذه مسألة طبيعية وشيء عادي أنه يقع في دولة غدا في طور النمو. من الناحية الثانية هو بعض المشاكل الأخرى من الهجرة، وبدينا كنشوفوا مؤخرا بعض المغاربة كيتشكاو من المهاجرين، والمهاجرين كيجيو يما باغيين يمروا لاوروبا او باغيين يستقروا في المغرب. وهذا الشيء عاوتاني غادي نرجعوا للفكره ديال النمو الاقتصادي. وهذا المشكل راه ما كاينش غير في المغرب، راه كاين في دول اخرى اللي بدات كترتفع من الناحيه الاقتصاديه، وهنا كنهضروا على البرازيل اللي فيها واحد الهوه كبيره ما بين الاثرياء والفقراء. اذا نتمنوا في المستقبل ان الدوله تدخل وتحاول تصغر هذه الهوه هذه، ولكن خاصكم تعرفوا بان ما يمكنش تطلبوا نمو اقتصادي جيد، ما يمكنش تطلبوا فرص افضل وفي نفس الوقت بدون مشاكل خاصها تجي.